السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل بدء الفيديو، اللهم صل على محمد وآل محمد. وتفوق ميسي خلال الحفل السنوي المقام في لندن على النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي. وكان ميسي فاز بالجائزة في 2022 بعد قيادة بلاده للمجد في كأس العالم، وحصد لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان رفقة زميله مبابي بعد هذا النجاح، قبل أن ينتقل للدوري الأمريكي للمحترفين مع إنتر ميامي. وفاز الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب. وتفوق غوارديولا على سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق. وفاز غوارديولا مع سيتي بثلاثية الدوري الإنجليزي والكأس ودوري أبطال أوروبا، والذي جاء على حساب إنتر. ونجح سباليتي في قيادة نابولي للفوز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لأول مرة منذ 38 عاماً. وقال غوارديولا رداً على سؤال عن شعوره بالفارق بين الفوز بجوائز مع برشلونة وسيتي: برشلونة نادي القلب بالنسبة لي. كل ما فزت به جاء بفضل برشلونة. برشلونة جزء من حياتي، لكن مانشستر سيتي يحمل مذاقاً خاصاً. تغير الوضع كثيراً في النادي عنه قبل 20 عاماً. الفوز بالثلاثية مع مانشستر سيتي أمر رائع. وأضاف: تمضية الوقت مع اللاعبين أكبر جائزة أحصل عليها كمدرب. وفازت سارينا فيخمان مدربة منتخب إنجلترا للسيدات بجائزة أفضل مدربة. وقادت فيخمان منتخب إنجلترا للوصول لنهائي بطولة كبرى مجددا قبل خسارة نهائي كأس العالم للسيدات أمام إسبانيا. وتفوقت فيخمان على جوناثان جيرالديز الذي قاد برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني والاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، مع تلقي الفريق لخسارة واحدة فقط في كل المسابقات على مدار الموسم. كما تفوقت فيخمان على إيما هايس مدربة تشيلسي التي قدمت موسما ناجحا آخر قادت فيه الفريق للفوز بالدوري الإنجليزي للسيدات وكأس الاتحاد الإنجليزي. وفاز البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي بجائزة أفضل حارس مرمى بعد تفوقه على ياسين بونو حارس المغرب ونادي الهلال السعودي وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا. وقال إيدرسون: السعادة لا تسعني بالفوز بكل هذه الألقاب والجوائز، وكل الشكر لعائلتي وزملائي. وفازت ماري إيربس حارسة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا بجائزة أفضل حارسة مرمى بعد تفوقها على ماكنزي أرنولد حارسة وستهام ومنتخب أستراليا، وكاتا كول حارسة برشلونة ومنتخب إسبانيا.